يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. الله نقدقي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إلهي سبحانه وتعالى أيام ما هذا سكله إنه الله سبحانه وتعالى ونقدقي قدوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. زنا لغويري وحلا ما إلهي إيدي بين لغويري إلهي بإيدي وحي إلهي وكودي دي وين التهرتا دين تدخل هيرك جوين وين قرنينا رجي سيدا أبدل الدعوة يا الصبر يا أدكيس كبدل حرق يا دلك وأدكيستي رجي هرت ما أنت أضللي ليسو ورجي نوع عساوي قرآن كي حديث كي مكر هران النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيسو ووحي إلهي ما هو أسوي تشابك كليم وصدق الله إذ يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ذاتك اللي يدي ما ذاتكاس أيها أيام نقنيسا ورب سبحانه وتعالى وكتل ما مركرنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. And that's where the companions asked, O Messenger of Allah, will we pray only 5 times? They said, no, pray more than that. اقدروا له قدره. The second day will be as long as 1 month. The third day will be as long as 1 week. The fourth day and the rest of the days will be normal, regular days. One of the main things he has to do is he has to take friends along with him on the trip. It's not even permissible in Islam to travel when you're by yourself. The Prophet told us, Al-Rakib shaitan, wal-Rakiban shaitanan, wa-thalatha rakbun. A person who travels by himself is 1 shaitan. 2 people traveling together, 2 shaitans. 3, that's the trip, that's the journey. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تعطي لله وأن تمسك لله. The best, the highest form of iman is to love for Allah subhanahu wa ta'ala. لا يحب المرء لا تحبه إلا لله. You don't love someone and honor someone, لا. تحب something because he is close to Allah. He is close to his messenger. You love him because of his close ties to the masjid. He memorizes Quran and so on and so forth. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد في